سنة تانية ثانوي تحديدا، علمي كنت أم أدبي؟ حضرتك خلاص امتحانك قرب وما بقاش عليه غير أيام. طيب ما تيجي أقولك الامتحان بتاعك هيجي منين؟ بص يا صديقي، الامتحان بتاعك هيجي من الفيديوهات بتاعتي، والامتحان بتاعك هيجي من القناة بتاعتي، والامتحان بتاعك هيجي من الحاجات اللي انا هنزلها لك دي. وبإذن الله بإذن الله بعد الامتحان نجيب الفيديوهات ونتحاسب. تعال اقول لك تعمل ايه يا صديقي عشان تضمن درجات الامتحان بتاعتك. مش مطلوب منك غير متابعة الفيديوهات ولمدة 3 ساعات. تقول لي يا مستر 3 ساعات بس واجيب الامتحان؟ اقول لك ايوه، عندك بالظبط نص ساعة نماذج استرشادية اللي الموجه بإذن الله يجيب لك منها. عارف ليه؟ لأن النماذج الاسترشادية اللي الوزارة حطاها والموجه هيلتزم بقرارات الوزارة. رقم 2، عندك التقييمات. والتقييمات بقى أنا حلتها لك في فيديو قدره 2.5 ساعة. قل بسم الله الرحمن الرحيم وانوي انك تجيب النهاية، وبإذن الله نخليك تجيب النهاية. ويلا بينا نبدأ. يلا كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض في النموذج الاسترشادي الأول لسنة تانية ثانوي. فوق كده وعايزك مركز وسم الله. أول سؤال بيقول لي تشابهت مملكة الغساسنة مع مملكة الحيرة. خد بقى هنا، الغساسنة والحيرة تشابهوا مع بعض في ايه؟ اولا عشان تكون فاهم ان الغساسنة راحت مالت لدولة الروم بينما الحيرة مالت لدولة الفرس. اذا ما ينفعش التبعية للفرس، ما ينفعش هما الاتنين اعداء للروم. لا طبعا في ناس اعداء وناس اصدقاء، بس ما ينفعش تشابه في العقيدة الدينية ولا تشابه في التحالف السياسي. هقول لك على حاجة، هما الاتنين راحوا تحالفتا، فناس تحالفت مع الروم وناس راحت تحالفت مع الفرس. يبقى اجابتك يا باشا هما الاتنين تشابهوا في التحالف السياسي. طيب السؤال الثاني يقول لك اشتركت المنطقة التي انتشرت فيها الديانة المسيحية ويخرج عنها. تاني، المنطقة اللي انتشرت فيها الديانة المسيحية تشابهت في عدة صفات، ويخرج عنها ايه؟ هل يخرج عنها الأصل العرقي، ولا يخرج عنها النظام السياسي، ولا يخرج عنها النظام الاقتصادي، ولا يخرج عنها التحالفات السياسية؟ بص، يخرج عنها الأصل العرقي ما تنفعش لأن أصلهم عرب. يخرج عنها النظام السياسي، لا هو النظام السياسي كان شبه الملكي فبرضه ما تنفعش. طب ما اللي يخرج عنها التحالفات؟ لا راحوا تحالفوا فبرضه ما تنفعش. امال الاجابه هتكون يخرج عنها النظام الاقتصادي. يلا السؤال رقم 3 ونشوفه بيقول ايه. ركز معي. تميزت العلاقه بين مملكه الغساسنه ومملكه الحيره. سؤال سهل ومش مستاهل كلام كتير وانت عارف انه سهل. الغساسنه والحيره قبل او قبيل الاسلام بعلاقات. هل كانت علاقه تخالف وترابط؟ اولا ما فيش ترابط، هم تخالف بس. هل عداء وصدام؟ ممكن تمشي. طب صداقه؟ ابدا. طب تكامل؟ برضو ابدا. امال الاجابه الصحيحه تبقى عداء وصدام. عداء وصدام ليه؟ هقول عشان الناس راحت تحالفت مع، الله ينور عليك، وناس راحوا تحالفوا مع، الله ينور عليك، اللي هم مع مين ومع مين؟ مع الفرس ومع الروم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي شهدت بلاد العرب قبل الاسلام تخبط ديني. تخبط ديني يعني عدم استقرار ديني، وفراغ روحي. يبقى التخبط الديني والفراغ الروحي ادى الى انتشار معتقدات خاطئة. ناقش هذه العبارة. فراغ ديني لانها كسرت العبادات. كلمة الفراغ والتخبط الديني جاي في كسرة العبادات. بص كده، كان في عبادات سابقة وعبادة مجوسية وعبادة الأصنام والوثنية. إذن كل العبادات دي خلت هناك معتقدات خاطئة. من ضمن المعتقدات الخاطئة اللي انت تعرف اللي هو وقت البنات. يبقى إذن هذه العبارة عبارة صحيحة. تميزت مكة بشهرة دينية واقتصادية قبل ظهور الإسلام. بالتالي انت عارف الشهرة الدينية ايه؟ الشهرة الدينية وهي أن مكة كانت بها الكعبة المشرفة، فدي شهرة دينية. أمال الشهرة الاقتصادية وهي أن مكة كانت بها رحلتا الشتاء والصيف. يبقى إذن السؤال هنا هقول له على طول الشهرة الدينية فيها مكة أو فيها الكعبة المشرفة، بينما الشهرة الاقتصادية وهي مكان للتجارة أو مكان متوسط بين رحلتي الشتاء والصيف.
يبقى ده اول جزء خلصناه مع بعض. الجزء الثاني بسرعة نخش فيه وركز معايا. بيقول تميزت مدينة يثرب عن مدينة مكة قبل الإسلام. يثرب تميزت عن مكة، هل في وضعها الديني؟ ممكن، بس نكمل السؤال للآخر زي ما أنا علمتك. أسواقها التجارية ممكن تمشي، نظامها السياسي ممكن يمشي، بس مين أقواهم؟ هو تعدد مصادر الدخل. الوضع الديني مختلف، لأن هنا كانت العبادات السماوية قليلة في مكة، لكن هناك العبادات السماوية كانت كتير. الأسواق التجارية لا، أسواق مكة أكتر بكتير من أسواق المدينة. نظامها السياسي هو النظام السياسي هنا قبلي وهنا قبلي، بس هي لك تميزت مدينة يثرب عن مدينة مكة. يقول له تعدد مصادر الدخل. ليه؟ لأن مصادر الدخل في مكة وهي التجارة فقط، ولكن مصادر الدخل في المدينة أو تحديدا كانت الزراعة والتجارة. يبقى إذا مصادر الدخل هنا متعددة. السياسة الخارجية للنظام السياسي داخل الجزيرة العربية قادها من غير ما تكمل. داخل الجزيرة العربية يبقى شيخ القبيلة. نقلب على الصفحة اللي بعديها، بيقول لي أيا من العبادات الوضعية اعتمدت على النجوم والكواكب. يا واد الله ينور عليك، سمعك بتقول السابقة. مفيش عبادة اسمها الوطنية. الزرادشتية دي مش كانت موجودة هناك. المجوسية ديت كانت هي عبادة إلهين، واحد للخير وواحد للشر، اللي احنا بنقول عليهم آلهة النار. انزل على السؤال اللي بعده، بيقول لك تعددت الموارد الاقتصادية بمدينة يثرب قبل ظهور الإسلام. ليه الموارد الاقتصادية؟ كانت مكان تجارة، أنا لسه مجاوبه لك فوق، وكانت واحة زراعية. استنتج الأثر استقرار القبائل العربية قبل الإسلام دي منطقة بادية الشام. لما القبائل هجرت من الجنوب بعد انهيار سد مأرب وقعدت فوق، ايه اللي حصل؟ على طول حصلت تحالفات سياسية. مستر تحالفات سياسية مع مين؟ اقول لك مع الفرس ومع الروم. طب هو هنا بقول لك القبائل قبل الاسلام في منطقة بادية الشام، يبقى تستلغي خالص الفرس وتاخد الروم. هتقول له حيث تحالفت قبيلة الغساسنة مع دولة الروم. السؤال اللي بعده المجموعة الثالثة، وكده بنفنش أول نموذج. القاسم المشترك بين ممالك شبه الجزيرة العربية ويثرب قبل ظهور الإسلام. ايه هو المشترك بين يثرب وقبائل شبه الجزيرة العربية؟ تاخد الاصل العرقي ولا تاخد النظام السياسي ولا النشاط المعماري؟ ولا استبعد الاصل، استبعد النظام السياسي، استبعد النشاط المعماري، وقول لي يا مستر ناخد التحالفات السياسية. واسألك يا الطالب العزيز يا الطالب العبقريين، ولماذا اخترت التحالفات السياسية؟ ترد تقول لي لان شمال شبه الجزيرة العربية كان في الغساسنة وكان في الحيرة، والاتنين عملوا تحالفات مع الفرس وتحالفات مع الروم. طيب لما اقول لك امال يثرب قبل الاسلام، تقول لي كان في الاوس وتقول لي في الخزرج، والاوس والخزرج تحالفوا مع اليهود. يبقى اجابتك تكون كده. طيب السؤال اللي بعد كده، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد شهدت حلف بني جدعان قبل الاسلام لو دعيت له في الاسلام لاجبت. الحلف بني جدعان اللي انا شرحته لك قبل كده قلت لك ده حلف الفضول. طيب السؤال هنا، أهمية الأحلاف العسكرية، تقول لي لا. ضرورة التكامل الاقتصادي، لا. التوافق مع قيم العرب تنفع. السعي في إنهاء، لا. يبقى الإجابة بتاعت التوافق مع قيم العرب. السؤال اللي بعده بيقول لي معظم الحروب التي اندلعت داخل شبه الجزيرة العربية كانت تتعلق داخل شبه الجزيرة العربية. عد بقى. دينية يا باشا لا، ودينية ممكن هنا، اجتماعية سياسية اقتصادية. طيب ركز معايا. اولا احنا هنستبعد الديني هنا والديني هنا. طيب الاجتماعي والاقتصادي ممكن يمشي، والسياسي والاقتصادي ممكن يمشي. طب انا اخد سياسي واقتصادي ولا اخد اقتصادي واجتماعي؟ هو الحروب كانت على ايه؟ كانت على النزاع على العشب اللي هو الكلأ، اللي هو المرعى، اللي هو الماء. عشب كلأ مرعى ماء، على طول على طول على طول تركز، ده اقتصادي. طيب والناحية التانية كان النزاع قائم على الأخذ بالثأر، والأخذ بالثأر اجتماعي. يبقى إجابتك يا باشا تكون اقتصادية وتكون اجتماعية. السؤال اللي بعد كده بيقول لك تعددت عناصر الحكم في النظام شبه الملكي في بلاد العرب. يبقى نظام شبه الملكي تعددت فيه عناصر الحكم. تقول له كان عندي واحد اسمه الملك، أول واحد، وبعدين عندي مجلس
الإدارة بتاع الملك اللي هو الاسم والمجلس العام، وكان عندي بعد كده الجيش، وكان عندي بعد كده حكام الأقاليم. يبقى كل دول كده بتكتبهم. يقول الشاعر: يا أخي إن كان بيننا صدع جرى. يعني ايه الكلام ده؟ فلنبحث عن الذي كان السبب. يعني لو احنا بينا مشاكل بين بعض وبعض، تعال ندور على مين السبب. ينطبق هذا البيت من الشعر على علاقة دولتي الحيرة والغساسنة. كيف ينطبق؟ اقول لك ما هو الحيرة والغساسنة اصلهما واحد. برافو عليك. ولكن لما راحت الغساسنة تتحالف مع الروم، وراحت الحيرة تتحالف مع الفرس، أصبحت الغساسنة والحيرة أعداء. ليه أعداء يا مستر؟ علشان الروم والفرس أعداء، فنقلوا العداء للحيرة والغساسنة. بقول لك يا أخي إن كان بيننا صدع جرى فلنبحث عن الذي كان السبب. يبقى هنا هاخد البيت ده ينطبق على مين؟ تقول لك ينطبق على الحيرة والغساسنة حيث أصلهما واحد، ولكن تحالفاتهم السياسية ليست واحدة. يلا بسرعة اخويا الغالي وندخل في النموذج رقم 2 والتقييم رقم 2. السؤال الاول بيقول يستثنى. يعني ايه اللي مش منه؟ يستثنى من عوامل ازدهار التجارة في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام. هل يستثنى منهم وجود الطرق الممهدة، ولا يستثنى منهم العملات الفارسية؟ ما هنطلع دي لانها كانت موجودة. العملات الفارسية والرومانية ما ينفعش لانها كانت موجودة. معرفتهم الجيد بعلوم الفلك ده كانوا أساتذة. أمال يستثنى منهم الموقع المتوسط بين الشرق والغرب. ليه؟ لأن هي الموقع المتوسط بين الشمال والجنوب، لأن رحلة الشتاء في الشمال ورحلة الشتاء والصيف في الشمال والجنوب. لعب الأسطول اليمني وسيطا تجاريا قبل الإسلام بين الهند ومناطق البحر المتوسط، ولا البحر الأحمر، ولا جنوب الحجاز، ولا غرب. على طول مناطق الهند كانت بتروح مع منطقة اليمن اللي هو الأسطول اليمني. كان بيجيب التجارة منين؟ كان بيجيب التجارة من دول أو من على البحر الأحمر، فهو حلقة وصل بين البحر الأحمر وبين الهند، أو الدول اللي على البحر الأحمر والهند. ارتبط تقدم العرب في علم الفلك بازدهاره في المجالات الآتية. هل ازدهار أحوال الزراعة، ولا ازدهار النشاط التجاري، ولا الفنون والعمارة، ولا الأدب القصصي؟ طيب يلا خد بقى. تقدم العرب في علم الفلك كان متعلقا بالتجارة. ليه؟ لأنهم كانوا يستخدمون التجارة أو علم الفلك للاهتداء بالنجوم بالليل في ظلمات البر والبحر. حدد العلاقة بين علم الهندسة وحمايتهم من الأعداء. خد هنا حبيب قلبي، علم الهندسة حمايتهم من الأعداء ماشي. كانوا بيبنوا ايه؟ بيبنوا دي. اقرا كده، خط وحش انا عارف. الله ينور عليك. يبقى بيبنوا القلاع والحصول. طيب أيد زاحة العبارة اختلفت دور المرأة العربية في مجتمع شبه الجزيرة العربية باختلاف المكان. قول له حاضر. فالمرأة في الوسط كانت بتعمل حاجات غير المرأة في الشمال والجنوب، كانت لها أدوارتين. الوسط كانت بتروح الحروب وتقرع طبول الحرب، تضمد الجرحى، تساعد الرجل. بينما الشمال كانت منهن السيدات، زي السيدة بلقيس ملكة سبأ، وزي زنوبيا ملكة تدمر. يبقى إذن هنا كان في دور سياسي، والدور اللي هنا كان دور عسكري أو دور اجتماعي. ممكن تعتبروا الاثنين مع بعض. اختر الإجابة الصحيحة. عادات العرب قبل الإسلام ساهمت في تأجيج الحروب. خد يا برنس، يلا شاطر في العربي. تأجيج الحروب يعني ايه؟ يعني اشتعال الحروب. عادات العرب اشتعال الحروب يا مستر. الأخذ بالثأر تمشي. التفاخر بالأصل تمشي. العمل بالتنجيب لا دي بره، والوفاء بالوعود ماشي بره. امال هاخد ايه في تأجيج؟ وهو العصبية القبلية. العصبية القبلية هي اللي عملت الأخذ بالثأر، وهي اللي عملت الحروب. يبقى إذن الحروب العامل الأساسي كان هو التفاخر بالأصل اللي هو العصبية القبلية. تيسر الأخذ بالثأر يا مستر تنفع؟ أقول لك خد تنفع الأخذ بالثأر، بس في عدم وجود التفاخر بالأصل. ليه؟ تعال نجيبها خطوة خطوة كده وركز واسمع مني وما تسمعش من غيري. هو أنا دلوقتي لما يحصل عندي تفاخر بالأصل، انا احسن منك لا انت احسن مني، وانا احسن منك لا انت احسن مني، ونمسك في بعض، هتقوم الحروب. انا هموت لك واحد وانت مش هتموت لي حد، فهتيجي تاخذ بالثأر علشان تموت لي الواحد اللي انا موته لك. فاهم انت؟ يبقى الاساس هو ايه؟ الاساس هو التفاخر بالاصل.
انزل على اللي بعديها. ازدهر فن النحت في بلاد العرب قبل الإسلام، ومن أشهر المناطق التي نالت عظمة فيه. على طول تقول شمال غرب الجزيرة العربية، فلو شمال غرب جنوب لأ، وجنوب لأ، شمال شرق لأ، ويبقى شمال غرب الجزيرة العربية في بلاد الشام وتدمر الأنباط. كان المجتمع في شبه الجزيرة العربية مجتمعا طبقيا يخرج عن الطبقة العليا، دي من العليا ودي من العليا ودي من العليا. امال اصحاب الحرف الصغيرة دي مش من العليا، يبقى اخد الاجابة بتاعتي هتكون اصحاب الحرف الصغيرة. استنتج الاثر الناتج عن الموقع المتصل شبه الجزيرة العربية على اوضاعها الاقتصادية. على طول تقول مارست دورا هاما في رحلتي الشتاء والصيف، وتكتب بقى رحلتي الشتاء والصيف. تنوعت العلوم في بلاد العرب قبل الإسلام. بص أنا شغال سريع سريع معاك عشان وقت الفيديو ما يطولش، ولو طال إمتى هتمل منه ما هتسمعوش. تنوعت العلوم في بلاد العرب قبل الإسلام، وكان ذلك نتيجة اتصالهم بالفرس والروم. أيوة يا باشا تنوعت، تقول له علم الطب وعلم الفلك وعلم الهندسة وعلم الأنواء، وكل العلوم ديت نتيجة اتصالهم بالفرس والروم. انزل على المجموعة الثالثة والأخيرة. ارتبطت سهولة التواصل بين القرى والمدن العربية قبل الإسلام بتقدم العرب في علم تواصل. تواصل أنواع لا، تواصل فلك ممكن تمشي، الهندسة لا، طيب الجغرافيا طب يبقى إذا هم كان عندهم دراية بالفلك وعندهم دراية بالجغرافيا. أما التواصل بين القرى والمدن العربية لا، خد جغرافيا أكتر من الفلك. أقل الحرف انتشارا من غير ما أكمل، الزراعة. ايا من اشمعنى الزراعه مصر؟ عشان العرب قبل الاسلام كانت عندهم التجاره وكان عندهم الرعي، يبقى كانت الزراعه قليله جدا عندهم ومش منتشره. يبقى لما يقول لك ايه هي اقل حاجه، تروح تقول له اقل حاجه هي حرفه الزراعه على طول وانت مغمض عين. طب السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ ركز معايا، بيقول ايه؟ قال لي ايا من ديانات العرب، ايا من ديانات العرب قبل الاسلام ارتبط وجودها بالمعابد والاديره الوثنيه. يا باشا الوثنيه كان ليها معابد بيعبدوها فيها. طب السؤال اللي بعد كده، يعتبر المجتمع العربي قبل الاسلام مجتمعا طبقيا؟ اقول له ايوه، كان عندي طبقه عليا وطبقه وسطى وطبقه دنيا. طيب وتمسك كل طبقة من الكتاب عندك وتفصصها. قول لي العليا وهي كانت تتمثل في كبار التجار. طيب والوسطى كانت تتمثل في صغار التجار. الدنيا الموالي والعبيد، وتجيب بقى كل الطبقات وتكتبهم كده زي الراية. يا عم السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ يحيى بن خالد بيقول لك ما رأيت رجلا قط إلا هبته يعني اديت له المهابة بتاعته حتى يتكلم، فإن كان فصيحا عظم في صدري. تنطبق هذه العبارة على أسواق العرب قبل الإسلام، وضح ذلك. قل له حيث كانوا يستخدمون الأسواق، بحيث كانوا يستخدمون الأسواق مجالا للشعر والتنافس بين الشعراء. يبقى كانوا بيستخدموها في الشعر وفي التنافس بين الشعراء. وتكمل اللي بعده كده. الامتحان رقم 3، ويلا صحصح معايا. والتقييم الثالث بطل الأبطال بيقول لك ايه؟ أيا من الآتي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الطائف؟ مش مقاطعة اقتصادية ومش تفاوض ومش إنقاذ مستضعفين، فقدان أكبر مناصريه. تقول لي إيه؟ تقول لي موت السيدة خديجة وموت عمه أبو طالب. الاتنين دول لما ماتوا الرسول صلى الله عليه وسلم ده فقدانه أكبر مناصري. نستدل من بيعة العقبة الثانية في العام 13 من البعثة. هل هو عداء أهل يثرب لقريش؟ لا. حمية وعصبية عند أهل يثرب؟ برضو لا. دور المرأة، تخلي النجاشي مش ينفع دور المرأة. يا مستر دور المرأة والمرأة مالها؟ أقول لك خد بيعة العقبة الثانية أسلم عدد المسلمين كانوا كام؟ تقول لي 73 رجلا وامرأتان أو امرأتين. 73 رجل واثنين نساء أو اثنين من النساء، يبقى دور المرأة في المجتمع قبل الإسلام. استخدمت قريش أسلوب الحرب النفسية مع الرسول وأصحابه، وظهر ذلك النوع من الحروب من خلال
هل تحالفه مع اعداء؟ نشر الشائعات والاكاذيب، حرب نفسيه على طول، نشر اشاعات واكاذيب. ما تكملش، خليك سريع كده يا برنس، ولو محتاج حاجه اكتب لي في الكومنتات على طول. العصبيه القبليه من العادات السلبيه عند العرب، وظهر ذلك بشكل ايجابي في مكه. يبقى العصبيه القبليه ظهرت بشكل ايجابي في مكه اثناء ايه؟ خد. هل اهل الرسول كلهم كانوا مسلمين؟ تقولي لا، كان معظمهم كفار. بني هاشم كان معظمهم مش اسلموا، ومع ذلك على الرغم من انهم مش اسلموا ولكنهم وقفوا مع الرسول ضد المقاطعة الاقتصادية، صح؟ لما حصروا الرسول واصحابه في شعب ابي طالب فهم وقفوا معاه، فكانت اثر من اثار الايجابي عند العرب قبل الاسلام للاحلاف اللي هي زي حلف الفضول. يبقى قولي ظهر ذلك في ايه؟ تقولي في المقاطعة الاقتصادية. السؤال اللي بعد كده، وده حل الدروس المستفادة من لجوء السيدة خديجة لورقة بن نوفل. أول حاجة ما تشوف السؤال ده تقول لي يجب الاستعانة بأهل الخبرة. يبقى انت لازم تستعين بأهل الخبرة لما يجي لك أمر انت مش عارفه تروح تستعين بأهل الخبرة. المجموعة الثانية بتقول يدل رفض الرسول صلى الله عليه وسلم لعرض قريش المال عليه. هل قوة الدعوة في مكة ممكن تمشي بس الدعوة ما كانتش قوية أوي؟ كذب ادعاءات قريش عنه ماشي. طيب اللي بعد كده الانتشار السريع للإسلام ممكن تمشي. الصراع الاقتصادي لقريش ما تنفعش. طيب اخد قوة الدعوة في مكة ولا اخد الانتشار السريع للإسلام؟ هو رفض الرسول عرض قريش المال. هل وإن كنت تريد المال جعلناك أغنانا وإن كنت تريد الزعامة زعمناك علينا. هل الدعوة كانت قوية في مكة؟ لا، الدعوة كانت مضطهدة ومضروبة، ما كانش بنفس القوة. امال ممكن تاخد الانتشار السريع للإسلام في مكة، فلذلك هو رفض هذه الدعوة. طيب يستدل من استخدام الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة والموعظة الحسنة مع قريش رغبته في تحقيق العدالة الاجتماعية ولا الحرص على التماسك المجتمعي ولا القضاء على التمييز العنصري ولا إزالة الفوارق بين الطبقات. بص، الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم الحكمة علشان مجتمعه مش يتفكك. ليه؟ الرسول لم يعامل قريش بما عملوه حتى لا يتفكك المجتمع وينهار. يبقى الإجابة هي الصحيحة. السؤال بعد كده يقول نيتشه ده من المؤرخين الغربيين يعني، إن البحث عن السكينة ومراجعة النفس وتهذيب السلوك، إنك تبحث عن السكينة ومراجعة النفس وتهذيب كل ذلك حوافز تحرك الإنسان الرغبة في العزلة والابتعاد عن الناس، البحث عن المعرفة. مين اللي كان بيروح يبحث عن المعرفة ويبتعد عن الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فين؟ في غار حراء. طيب السؤال اللي بعد كده، أول آيات القرآن التي دعت لطلب العلم، لذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تطبيق ذلك منذ بداية البعث. أثبت ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أول آيات القرآن نزلت إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأول آيات القرآن نزلت بإقرأ اللي هو العلم. كل إنسان مؤهل لمهمة لا يستطيع غيره أن يؤديها. ماشي يا عم، لا إمتى؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم اختيار القادرين على أداء المهام. لما الرسول جاب بقى السيدة أسماء بنت أبي بكر تحضر لهم الطعام، عبد الله اخوها يراقب اخبار المشركين، عبد الله بن أريقط هو اللي عارف الطريق. كل ده كده كل انسان مؤهل لمهمة لا يستطيع ان يؤديها غيره. نجح الرسول قبل البعثة في اخماد صدام مجتمعي نتيجة هل مناصرته للمظلوم ولا قدرته على حل المشكلات ولا رأفة؟ دي لا ودي لا ودي لا. تروح تاخد قدراته على حل المشكلات. تقول لك ليه؟ لما رأى الناس المشركين او اهل مكة يتنازعون في من يضع الحجر الاسود مكانه، فخلع بردته وحط الحجر الاسود فيه وجاب كل زعيم قبيلة تشيل الحجر وتحطه في مكانه، يبقى ده قدرته على حل المشكلات. نستدل من اتخاذ الدعوة الإسلامية في بدايتها شكلا من أشكال السرية. ليه سرية؟ عشان أكيد ضعف القوى العسكرية للمسلمين. استنى ما نشوف. لا، معاداة اليهود، تحريض الفرس. على فكرة أنا بحل معاكوا لايف، أنا ما شفتش الأسئلة دي. طيب ولا كثرة التحديات؟ لا، تاخد كثرة التحديات التي واجهتها الدعوة الإسلامية. كتبت قريش في صحيفة المقاطعة لا نتزوج من بني هاشم ولا يتزوجون منا، لا نتجوز منهم ولا يتجوزوا منا. يندرج هذا البند تحت المقاطعة الجوازيات. كنت بحفظك في الأوضة أقول لك الجواز الطلاق ده اجتماعي، يبقى تاخد هذه المقاطعة الاجتماعية مش مقاطعة اقتصادية. امال الاقتصادية تبقى ايه؟ الا نبيع منهم ولا نبتاع منهم، لا نبيع لهم ولا نبيع لهم ولا نشتري منهم، يبقى ده كله الاقتصادي. امال ده اجتماعي.
استنتج الأثر الناتج عن خروج النبي في رحلات لشمال الحجاز. الرسول لما خرج في رحلة شمال الحجاز تعلم إيه؟ تعلم طرق التعامل مع الناس، وبرضه لقب بالأمين في هذه الفترة. وضح رأيك بيقول إيه يعني في السؤال اللي جاي. يلا يا باشا يلا وضح رأيك في انتشار الشائعات في المجتمع. الشائعات بتعمل ايه؟ بتخرب بيت ام المجتمع. فاذا هكتبها تخرب بيت ام المجتمع، لا المراقب هيخرب بيتك انت. فتكتب الشائعات تؤثر سلبا على المجتمع. اكتب كده حيث يتفكك المجتمع وينهار. شغل ايدك معايا يلا. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي او النموذج رقم 4. ركز معايا يا باشا. نموذج رقم 4 بيقول لي اي مما نستثنى من اهداف الرسول من سياسة المؤاخاة. الرسول لما آخى عشان يحقق التكافل، هل دي يستثنى؟ لا. علشان ينقل الخبرة الاقتصادية، لان ده عارف الزراعة وده عارف التجارة، يبقى لا. معالجة الحنين، يبقى لا. امال ايه اللي يستثنى؟ يستثنى العمل على نصرة المظلوم. ما جابش نصرة المظلوم خالص في المؤاخاة بين المهاجرين والانصار. عقدت القبائل العربية في يثرب. القبائل العربية المقصود بها هنا الأوس زائد الخزرج. طب القبائل العربية مع اليهود بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع قبل هجرة الرسول، وقامت هذه المعاهدة على أسس ومبادئ. أسس ومبادئ ايه وايه؟ هل أسس ومبادئ سياسية ودينية ولا اقتصادية وعسكرية؟ أولا الدين مفيش. طيب رقم 2 الاجتماعيات ما بينهم معدومة. طيب الثقافية ما بينهم معدومة. بقى تروح تاخد اقتصادية وعسكرية. مستر اديني شرح وقول لي ليه. هقول لك لأن العسكرية لما تحالف يهود بني قينقاع مع الخزرج وقريظة والنضير مع الأوس، ده عسكرية. طيب اقتصادية، مبادئ بتاعتهم الاقتصادية اللي هي ايه؟ لما قرر اليهود ان هما في البداية كان الأوس والخزرج ضعاف وقوتهم الاقتصادية ما كانتش كبيرة، فاليهود سالموهم. وبعد كده لما بدأت تقوى شوكة الأوس والخزرج بدأوا يضربوهم بقى ويعملوا اللي انت عارفه. طيب السؤال اللي بعد كده، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أول خطبة بمسجد المدينة العديد من المبادئ. الرسول على طول عمل المبادئ الدينية. تجيب الخطبة كده وتقراها، أوصيكم بتقوى الله والكلام ده، والرسول كان بيحث المؤمنين على التقوى، لا سياسية ولا عسكرية ولا اقتصادية. اتسمت أدوار المسجد بالتعدد. تقول لي كنت محفظك كان ايه؟ كان مكانا، وكان ايه؟ مدرسة، وكان ايه؟ مأوى. يبقى مكانا للصحابة ومأوى لهم، مدرسة ليتعلموا فيها أمور الدين، ومكانا للصلاة والعبادة. يقول علماء النفس إن للبيئة تأثير على سلوك وتصرفات الإنسان. حدد الأسباب اللي دفعت الهجرة إلى يثرب قبل وبعد ظهور الإسلام. إيه اللي خلت المسلمين؟ قال لي بص كده، تميز أهل يثرب بالرقة واللين. فهم لما راحوا ليهم كانوا يتميزوا الناس دي بالرقة واللين. فده برضو. طب هم ليه بيتميزوا بالرقة واللين؟ علشان البيئة بتاعتهم بيئة زراعية. يبقى أقول له أن البيئة بيئة زراعية، تميز أهل يثرب بالرقة واللين، فالناس المهاجرين راحوا ليهم. المجموعة الثانية بيقول لي الفتنة التي إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفائها. سعى لتحقيق ذلك بين أهل يثرب قبل ظهور الإسلام. مين اللي سعى للفتنة؟ تروح تختار على طول اليهود. ليه؟ قبل الإسلام. الدوافع الاجتماعية التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار كانت تهدف إلى اندماج والترابط والتحالف. الرسول كان أراد أن يعالج حنين المؤمنين أو المهاجرين إلى مكة، ومكتوب عندك في الكتاب. السؤال اللي بعد كده بيقول لي إيه؟ بيقول لي يوم بعاث. تعال نشوف بيقول إيه. يلا 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 يلا، البتاعة مش عايزة تنجزنا خالص. يوم بعاث كان دليلا على تمييز المجتمع أو تميز المجتمع يثرب قبل الهجرة بإيه؟ هل مجتمع يثرب عدائهم مع جيرانهم؟ لأ. تعايش سلمي؟ لأ. التزامات؟ لأ. أمال إيه؟ وجود فتن. يوم بعاث كان في حروب بين الأوس والخزرج. الحروب بين الأوس والخزرج أشعلها اليهود، يبقى الفتن. أسباب الوفاق بين القبائل الموجودة في يثرب قبل تحسن أوضاعهم. الأوس والخزرج، إيه هي أسباب الوفاق؟ هدول لما كانت أوضاع الأوس والخزرج ضعاف ولسه مهاجرين،
اليهود مش عملوا لهم حاجه، امال عملوا فيهم فقد مكتوبه كده في الكتاب فقد سالموهم. سالموهم ازاي؟ ولم يسعوا الى نشر دينهم. يبقى كانوا يسالموهم ما يعملوش معاهم مشاكل، ولم يسعوا الى نشر دينهم. فده قبل تحسن الاوضاع، فلما تحسنت الاوضاع الدنيا ساءت. استنتج الاثر الاجتماعي الناتج عن المؤاخاة بين الرسول والمهاجرون والانصار. لما الرسول اخى بين المهاجرون عمل ايه؟ عمل مجتمع مترابط متماسك. يبقى الرسول عمل مجتمع مترابط متماسك بين المدينة، وكده يبقى قوى المسلمين والانصار او المهاجرين والانصار وقوى بينهم. تعددت ادوار المسجد في مجتمع المدينة. يخرج عن دور المسجد تعلم الحرف، لكن المسجد كان فيه ألفة يعني اجتماعات ومحبة، في مجالس علمية بتعلموا أمور الدين، في قرارات سياسية. أمال مين اللي يخرج؟ الحرف. أي من العادات السلبية الموروثة عند العرب نجح الرسول؟ على طول يا تنزل خد العصبية القبلية، مش لسه هقرا، لا إغارة ولا شرب الخمر ولا المجتمع المدينة كان فيه عصبية قبلية بين مين وبين مين؟ على طول تقول لي بين الأوس وتقول لي بين الخزرج، كانوا الاثنين بيتخانقوا والاثنين بيمسكين في بعض. سعى الرسول صلى الله عليه وسلم لعلاج مشكلات نفسية واجتماعية للمهاجرين يخرج عنها بناء المسجد؟ لا. ببناء المسجد سعى إلى عشان يجمع المؤاخاة؟ لا ما ينفعش. نقل الخبرات الاقتصادية؟ لا. امال يخرج عنها تأمين الدولة، لأن ما كانش في الموضوع ده تأمين الدولة، لكن كان في بناء مسجد، مؤاخاة ونقل خبرات. سياسة فرق تسد، سياسة استخدمها اليهود لاستعادة مكانتهم. وضح أساليب اليهود لتنفيذ هذه السياسة. هتقول لي فرق تسد يا باشا؟ تحالفات. وانت بتقول لي التحالفات تقول لي كده: حيث تحالف يهود النضير زائد قريظة، هما الاتنين تحالفوا مع الأوس. وتحالف قينوقاع مع الخزرج. يبقى كده دي الإجابة اللي انت هتكتبها. اختيار الرسول موطنا لهجرة، او ليه اختار الرسول مدينة موطنا؟ فاكر انت؟ تجيب بقى كده الحتة دي: الامر الالهي، ان ربنا قال له روح هاجر اليه. طب رقم 2 حاجة اهل يثرب لمن يلم الشمل، قبولهم ومعرفتهم بامر الرسالات. تكتب اللي انا قلته. طيب انزل على الاختبار الخامس معانا. الاختبار الخامس والتقييم الخامس بيقول ايه؟ اول سؤال يقول لك: حققت صحيفة المدينة أو وثيقة المدينة مبدأ المساواة، يعني هو ساوى بين الناس. هل ساوى بين الناس في تكافل وملكية الأرض، ولا ساوى بينهم في الاستقلال المالي، ولا الدفاع المشترك والدعم المالي، ولا الأمن؟ دي بص مش تنفع ودي مش تنفع. أمال اللي تنفع الدفاع المشترك، الدفاع على المدينة بين مين وبين مين؟ بين الناس اليهود اللي هم اسمهم أهل الذمة، وبين المسلمين. يبقى كان بينهم وبين بعض دفاع مشترك. وكان دعم مالي، دعم مالي إن كلهم هيشتركوا في الدعم المالي لو هجم على المدينة عدو. الرسائل الرسول السرايا والغزوات لأغراض تتعلق بأهداف إيه؟ حلو قوي السؤال ده ويغلطك على فكرة. هل هو أسباب سياسية عسكرية؟ لا. طب سياسية اقتصادية تمشي، ولا هو دعوية اقتصادية؟ هو اقتصادية بس مش دعوية، ولا دعوية عسكرية؟ لا. امال احنا ليه خدنا اسباب سياسية واقتصادية؟ انا عايزك ترجع كده للجزء ده. قرر الرسول ارسال السرايا والغزوات لاضعاف قوة قريش الاقتصادية. يبقى اقتصادية يا معلم. والرسول كان بيرسل السرايا والغزوات علشان يتحسس ويعرف الاخبار اللي حواليه، وعلشان يفرض هيبة الدولة الاسلامية. فاذا فرض هيبة الدولة الاسلامية ده سياسي، واذا الاغراض التانية اللي هي ارسال السرايا والغزوات كان لاضعاف قوة قريش الاقتصادية، يبقى ناخد دي هنا سياسية واقتصادية. وركز في السؤال ده، انا متأكد لو جه هتفشل فيه. طيب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعد كده بيقول لي: تغلب الرسول صلى الله عليه وسلم على الأخطار التي واجهته بناء الدولة في المدينة بحكمته وأيضا هل الحكمة من خلال عقد التحالفات الخارجية ولا اللجوء للقوى العسكرية؟ لا، الرسول ما عملش تحالفات. لجأ للقوى العسكرية بس في بعض الأحيان، هنا ما ينفعش. اقصاء المخالف ابدا، الرسول ما عملش كده. امال ايه؟ استفاد من اهل الخبرة. ازاي يا استاذ؟ قال لي مكتوب عندك في المذكرة في الكتاب في اخر حتة في الدرس بيقول لك ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم سعى للاستعانة باهل الخبرة او الاستفادة بهم من مواجهة الاخطار. يبقى هي مكتوبة مباشر.
تعرض المهاجرين في مجتمع المدينة لبعض العقبات الاقتصادية. يقول لك خد تعالى هنا عشان مش عارف اكتبها هي كتير. يقول لك كانت معرفة المهاجرين هم شطار قوي في التجارة، بينما الأنصار شطار قوي في الزراعة. طب هم دول راحوا على مجتمع ما فيهوش تجارة، فالمهاجرين هيعلموا الأنصار التجارة بينما الأنصار يعلموا المهاجرين الزراعة. اكتبها بقى. ايه هتكتب ايه يعني يا مستر؟ معرفة الأنصار بالزراعة هيعلموها للمهاجرين، ومعرفة المهاجرين للتجارة هيعلموها للأنصار. يبقى كده الرسول تغلب عن العقبات الاقتصادية. حلو قوي. السؤال رقم 2 ده بيقول لك سعت صحيفة المدينة لوضع حقوق أهل الذمة. تعالى لي بقى في صحيفة المدينة كده نص من نصوصها بتقول لك ايه؟ إن من تبعنا من يهود فله النصر والأسوة. يبقى الحتة دي كده عملت حقوق لأهل الذمة. اختر الإجابة الصحيحة. أهم العقبات التي واجهت المهاجرين عند ممارسة حرفة التجارة في المدينة. على طول مش الموقع الجغرافي، امال ايه؟ أثر البيئة، لأن المدينة هي واحة زراعية ما هياش مكان للتجارة يعني. جاء في ميثاق حقوق الإنسان نفسها لكل بني البشر ينطبق هذا القول ما جاء بوثيقة المدينة من خلال ايه بقى؟ يعني ايه السؤال ده؟ هل هو ان حقوق الانسان اللي حطتها صحيفة المدينة بيقول لك ايه؟ ان كل واحد ليه الدين بتاعه، مفيش حد يعتدي على دين التاني ومفيش حد يجبر حد على دينه. يبقى دي حاجة كده حقوق دينية. طب ممكن دينية دي وممكن دينية دي. طب نستبعد دي ونستبعد دي. طب هل هي دينية اقتصادية ولا دينية ثقافية؟ تعال نرجع لبعض تاني. كان بيقول ايه؟ بيقول ان كل واحد من اهل الذمة او من المسلمين اللي موجودين في المدينة هيكون له ماله الخاص. يبقى ما ينفعش انا اخد مالك فلوسك ولا انت ينفع تاخد المال بتاعي. يبقى هنا الدينية والاقتصادية، مفيش ثقافية طبعا. يبقى دي الإجابة. السؤال اللي بعد كده وضع الرسول صلى الله عليه وسلم دستور المدينة. يبقى الرسول وضع دستور المدينة. ركز كده في السؤال. بعد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم دستور المدينة بعد الهجرة ويخرج عن أهداف الرسول لهذا الدستور. الرسول كان إيه هو؟ مش من أهدافه هو، أما مش من أهدافه تنظيم العلاقة، لا هو كان عايز ينظم العلاقة. تعريف الافراد، لا هو عرفهم بحقوقهم. تحقيق مبدا التعايش السلمي، لا حقق مبدا. امال ايه؟ نقل الخبرات العسكريه والاقتصاديه. هو مش من هدف دستور المدينه ان ينقل خبرات ابدا. استنتج النتائج التي ترتبط على اصدار الرسول صحيفه المدينه. ليه؟ علشان يامن غدر اليهود. طب انا هقولها كده هنا ايه؟ اقول لتنظيم، اكتب العلاقه بين سكان المدينه. السؤال اللي بعد كده تحديد الامن القومي. تهديد الامن القومي يعد من الاخطار التي تواجه المجتمعات. حدد جهود الرسول صلى الله عليه وسلم لتحقيق الامن القومي. الرسول عمل جهود علشان يحقق الامن القومي في المدينة المنورة. ايه هي الجهود اللي الرسول عملها بقى؟ عد يا باشا. اول حاجة عمل صحيفة المدينة علشان يخلي المجتمع الداخلي قوي مترابط. تاني حاجة بدأ الرسول ينشئ جيش ويكون جيش عشان يدافع عن المدينة. وبعد كده بدأ يرسل السرايا والغزوات. ليه؟ عشان يفرض هيبة الدولة الإسلامية. امسك قلمك واكتب اللي انا قلته. السؤال اللي بعد كده بقول لك جاء تأسيس الرسول لسوق المناخة لهدف التكسب والتجارة ليحقق على طول مش أمن قومي، مش بسط هيبة، مش تفوق شعري، امال استقرار مجتمعي. تضمنت صحيفة المدينة العديد من مبادئ حقوق الإنسان في العصر الحديث حيث التأكيد على. يبقى صحيفة المدينة دي أكدت لي على، هل أكدت لي على الدفاع المشترك، ولا أكدت لي على المشاركة السياسية، ولا حرية العقيدة، ولا حقوق الأطفال؟ لا يا باشا، أنت مش هتاخد الدفاع المشترك عن المدينة. أمال هي حقوق الإنسان في حرية العقيدة. كل واحد له الدين بتاعه، كل واحد عايز يعبد حاجة فبيعبدها. يبقى دي اسمها حقوق الإنسان. خد بالك دول كلهم كده موجودين بنصوص غير مباشرة أو كانت مباشرة في صحيفة المدينة، بس هو بيكلمك عن صحيفة المدينة في حقوق الإنسان حرية العقيدة. كل واحد يعبد الإله أو يعبد الدين اللي هو عايزه. حدد الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأ الانفاق المشترك بين أهل المدينة. انفاق المشترك في ايه؟ والمدينة بتتعرض لغزو، لما يجي يحاربوا انت هتدفع فلوس عشان الدفاع عن المدينة، وانا كمان هدفع فلوس عشان الدفاع عن المدينة. السؤال اللي بعد كده بيقول تسعى الدول أن استيعاب الزيادة من أعداد السكان وإنهاء البطالة. استيعاب الزيادة وإنهاء البطالة كان جاي لما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إجراءات في المدينة اللي هو ايه؟ مبدأ إحياء الأرض. ليه؟ لأن الناس كترت في المدينة فبدأ يحيي الأرض البور. بدأ يعمل تنظيم الري.
لما بدأ يعمل إنشاء السوق اللي هو سوق المناخ، تكتب دول. أيد صحة العبارة ساعة صحيفة المدينة لوضع حقوق لأهل الذمة، لسه قايلها لك فوق، إن من تبعنا من يهود فله النصر والأس ولا متناصرين عليهم ولا مظلومين. يبقى الكلام ده هتكتب بقى برضو حقوق لأهل الذمة، إن ادت لكل واحد حرية العقيدة، حقوق لأهل الذمة إن كل واحد استقلال مالي. يبقى ده كله ممكن يتكتب في هذه الجزئية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت لسه بتسمعنا لحد دلوقتي فانت طالب بطل. يلا بطل مع بعض نكمل نماذج سنة تانية ثانوي، ونكمل مع بعض النموذج او التقييم رقم 6 في مادة التاريخ او الاسبوع السادس. بيقول ايه بعد كده؟ اول حاجة في الاسبوع ده بيقول الا شيء اقوى من القوة سواء الدهاء. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة اقوى من القوة سواء الدهاء. الدهاء يعني ايه يا مستر؟ هتقول لي يعني المكر. يبقى كلمة الدهاء ديت ينطبق هذا القول السابق على المسلمون في او على المسلمين في غزوة مش احد عشان هم اتهزموا فيها وهي مش في المنهج، ومش تبوك، ومش غزوة بني قينقاع. امال الدهاء اللي هو يا مستر اللي هو غزوة موتة. تقول لك الدهاء امتى؟ هرد واقول لك لما سيدنا خالد بن الوليد مسك قيادة الجيش فعمل تبديل اوضاع الجيش وكسبوا في غزوة موتة. السؤال رقم 2 بيقول اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في السنة 8 من الهجرة نتيجة نقد قريش العهود والمواثيق ولا الاستيلاء قريش على تجارة المسلمين؟ لا دي طبعا تأمين المدينة من غدر الروم، برضو لا طبعا. امال القصاص شهداء موتة؟ برضو لا طبعا. امال الإجابة نقد المواثيق. هتقول يا مستر نقد المواثيق ازاي؟ هقول لما نقضت قبيلة بكر وقريش حلفها مع الرسول وقتلوا قبيلة خزاعة وهم مطمئنون. يبقى اذا كده دي الإجابة. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يبقى علشان تقضي حاجة خليك كتوم مش تفضحها. شعار طبقه الرسول في أي غزوة؟ مش بدر ومش فتح مكة، لا، ولا بين قينقاع ولا فتح الطائف. امال الإجابة الأقرب للصح أو الإجابة الصحيحة هي إيه؟ هنروح ناخدها مع بعض. الإجابة الصحيحة وهي فتح مكة. امتى يا مستر وازاي استعان؟ لما الرسول أراد أن يفتح مكة جهز جيشا والمسلمون راحوا جايين طالعين وراه. الرسول أخفى خبر توجهه إلى مكة حتى لا ينشأ قتال بينه وبين قريش. حدد العلاقة بين عبقرية خالد بن الوليد العسكرية وزعزعة هيبة الروم. حلو السؤال ده. عبقرية خالد العسكرية اللي هو تبديل أوضاع الجيش، وزعزعة هيبة الروم ان هو استطاع انه ينسحب بجيش المسلمين من جوه قلب دولة الروم، تحديدا من دولة او من غزوة مؤتة. يبقى هنا اقول له في علاقة بينه لانه غير اوضاع الجيش في غزوة مؤتة. اكتب معايا غير اوضاع الجيش في غزوة مؤتة وانتصر المسلمون في غزوة مؤتة. يا مستر انت ليه مش بتكتب؟ عشان الوقت. انا مش عايز اقول لك الفيديو تشوفه ساعتين وتتخض ما تسمعوش. عايزك كده تركز معايا وتكتب. حدد العلاقة بين فتح مكة وصلح الحديبية. فتح مكة وصلح الحديبية ايه بقى العلاقة بينهما؟ بص، في صلح الحديبية تعاهدت قريش مع الرسول ان هم هيبطلوا حرب لمدة 10 سنين. وقالوا ايه؟ عايزك تفتكر كده معايا وتصحصح صحصح عم الحاج. لما قال لك من اراد ان يدخل في حلف محمد دخل، فدخلت قبيلة خزاعة في حلف محمد. ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، فدخلت قبيلة بكر في حلف قريش. طيب يا مستر انت مش جاوبت لنا، ما هو جاي لك في الطريق اهو. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ لما اعتدت قريش واعتدت بكر على خزاعة الرسول قرر ان هو يفتح ايه؟ مكة. اقول له العلاقة حيث ان قبيلة قريش تعاونت مع قبيلة بكر لقتل قبيلة خزاعة، فقرر الرسول صلى الله عليه وسلم انه هو يفتح مكة بعدما كان قد عقد معهم صلح الحديبية. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة. شعر الروم وحلفائهم بخطورة الدولة الإسلامية عليهم امتى؟ بعد عقاب صلح الحديبية. اشمعنى؟ لأن الرسول بدأ يبعت السرايا بتاعته ويبعت الغزوات أو يبعت الدعاة للإسلام بعد هذه الغزوة أو بعد هذا الصلح، فانتشر الإسلام فبدأوا هم يخافوا. والسؤال اللي بعد كده بيقول لي أيا من الآتي أدى إلى شعور الروم وحلفائهم بخطورة الدعوة الإسلامية عليهم؟ إيه اللي خلى الروم وحلفائها تشعر بخطورة الدعوة الإسلامية عليها؟ تقول له على طول بعد خروج الدعوة الإسلامية من خارج شبه الجزيرة العربية اللي هي من خارج الحجاز، اللي هي كده كده هما الاثنين دول يساووا بعض، اللي هو بعد صلح الحديبية.
هدفت المرحلة الأولى من مراحل حروب النبي مع المشركين إلى الهجوم على أعدائه، ولا إنهاء التحالفات، ولا فتح البلاد لغير المسلمين، ولا المحافظة على كيان الدولة؟ بص يا عم الحاج، في المرحلة الأولى مش هيهجم، وفي المرحلة الأولى مش هينهي التحالفات. أمال هو الرسول في المرحلة الأولى قرر الحفاظ على كيان الدولة وسلطة الدولة وسيطرة الدولة. حدد أوجه الارتباط بين صلح الحديبية وغزوة مؤتة. حلو قوي. صلح الحديبية بدأ الرسول يبعت الرسل إلى الخارج. هيبعت الرسل إلى فين؟ إلى بره بقى، يدعو إلى الإسلام، أو خارج شبه الجزيرة العربية. فمن ضمن الرسل اللي بعتهم بعد ناس لعرب الروم اللي هم تحديدا الغساسنة. لما راحوا شرحبيل بن عمرو الغساني والحارث بن أبي شمر عملوا إيه؟ قتل مبعوث الرسول. فالرسول قرر يعمل ايه؟ يرد على هذه الاساءات ان هو يجهز جيش مؤتة وراح. اذا صلح الحديبية هو اصلا سببا في غزوة مؤتة، حيث ارسل الرسول الرسل الى الدعوة الى الاسلام. لما الرسول بعت الناس بتوعه عشان يدعوا الى الاسلام، ايه اللي حصل؟ قتل مبعوث الرسول. ولما قتل مبعوث الرسول قرر ان هو يخرج غزوة مؤتة. استنتج الاثر الناتج عن مساعدة قريش لقبيلة بكر على قبيلة خزاعة. على طول الاثر الناتج الرسول عمل ايه؟ قرر ان الرسول يأخذ بثأر خزاعة، وعشان يأخذ بثأر خزاعة كون جيشا، ولما كون جيشا راح فتح مكة. ليه؟ لأن قريش نقضت حلفها مع الرسول. المجموعة الثالثة بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. موقف الرسول عند فتح مكة يرسخ القيمة من قيم الإسلام. العفو والتسامح، سهلة دي، ولا قوة ولا التزام ولا صدق. ليه الرسول عفى عن أهل مكة لما قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللي بعد أصبح الدولة الإسلامية في المدينة سياسة خارجية بالمعنى المعروف يا أبويا في أعقاب صلح الحديبية. خلاص بدأ الرسول يبعت السرايا، يبعت الغزوات، وبدأ الرسول يبعت مندوبيه والرسل إلى، أو المندوبين بتوعه إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام. السؤال اللي بعد كده بيقول لي على الرغم من خسارة المسلمين في غزوة مؤتة إلا أنها حققت نتائج إيجابية خاصة في الجانب. بص يا باشا، هل هي نجاة اقتصاديا؟ لا. نفسيا؟ لا. ممكن تبقى عسكريا وممكن تبقى سياسيا. طب انا عايز ايه؟ اي نتائج ايجابيه اكتر؟ اروح اخد السياسي؟ لا 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 لا, لا. انا هاخد العسكري. ليه؟ عشان عندك مكتوب في المذكره ايه؟ زعزعه هيبه الروم. زعزعه هيبه الروم ده حاجه عسكريه. طيب ومكتوبه ايه؟ تعرف المسلمون على طرق الروم وطرق اساليب قتالهم واعدادهم وازاي بيستعدوا للحرب. يبقى كل دي كده افادتهم في الجانب العسكري. استنتج الاسباب فشل الروم في القضاء على الجيش الاسلامي. ليه الروم فشلت في القضاء على الجيش الاسلامي بينما في الصدام في مؤتة؟ هتقول له على طول فشلت لما الروم تقابل مع المسلمين. الاسباب التي ادت الى فشلهم ان المسلمون استبسلوا في القتال. استبسلوا في القتال ازاي؟ 200,000 يا بني ادم بيواجهوا 3000 مقاتل. فال200,000 مفروض يسحقوهم في فترة قليلة قوي، لكن صمدوا قدامهم. صمدوا قدامهم 7 ايام من القتال. في اليوم السادس استشهد القادة الثلاثة اللي الرسول أمرهم على الجيش، فمسك الراية خالد بن الوليد. وخالد بن الوليد استطاع أنه ينسحب بجيشه. فلما انسحب بجيشه ولم يهزم المسلمين في هذه المعركة دي زعزعت هيئة الروم. اللي بعده حدد العلاقة بين صلح الحديبية وتغير سياسة الرسول تجاه المشركين. أقول العلاقة بين صلح الحديبية وتغير السياسة بعد صلح الحديبية تغيرت السياسة. ازاي؟ بعد ما كنا بنتحارب وبنتصادم، لا، أصبح في بيننا صلح لمدة 10 سنوات. أي نعم الصلح ده بعد كده اتنقض، بس كان في سياسة متغيرة. فبدأ الرسول يعمل ايه؟ يسيب المشركين ويبعت السرايا، أو يسيب المشركين ويبعت الرسل للدعوة إلى الإسلام. يبقى ده النموذج اللي بعده. النموذج اللي بعده هو النموذج رقم 8 أو النموذج الثامن. بيقول
النموذج اللي بعد كده والسؤال الأول بيقول اختر الإجابة الصحيحة. هدف اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما الأنصار اجتمعوا، هل اجتمعوا لتولي قيادة الدولة؟ الموضوع ما كانش كده. طب اجتمعوا للحفاظ؟ برضو ما. طب اجتمع الأنصار لإضعاف قدرات؟ طب اجتمع الأنصار لوضع أسس النظام السياسي؟ بص لي بقى هنا علشان أنا عايز أقول لك حاجة وأفهمك شيء. بص يا عم الحاج، اجتماع الأنصار لما يجي لك سؤال لوحده هناخد غصب عننا من الإجابات دي تولي قيادة الدولة. اشمعنى؟ لأن الأنصار بعد وفاة النبي اجتمعوا بقيادة سعد بن أبي عبادة في سقيفة بني ساعدة، واختاروا سعد بن أبي عبادة زعيم الخزرج رئيسا له. يبقى ده كده تولي قيادة الدولة. طيب قال لي لو هدف اجتماع الأنصار والمهاجرين، لو ضفها هنا عشان السؤال ده مش واضح، أنا بحبش الأسئلة اللي من النوع ده. لو قال لي المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة هتقول ترتب عليه وضع أساس نظام الدولة اللي هو الحكم بالشورى والاختيار بالشورى، لما اختاروا في النهاية أبو بكر زعيم أو خليفة للمسلمين. السؤال هنا بيقول لك الأنصار بس. طب الأنصار بس؟ لا، نروح على تولي قيادة الدولة الإسلامية، هدفه إلى ذلك. طيب أمال وضع أسس النظام السياسي؟ تقول لي لما يضيف للأنصار دي المهاجرين معاهم لما سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر راحوا ساعتها ناخد وضع الشورى. يبقى هنا السؤال دي مش تنفع، ولكن تولي قيادة الدولة هي اللي تنفع. تجسد نتائج اجتماع سقيفة بني ساعدة عن مفهوم اجتماع السقيفة هنا مش قال لك المهاجرين والأنصار، هاخد مبدأ الشورى. ليه؟ لأن هما في مبدأ الشورى اجتمع المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة واتفقوا على أبو بكر الصديق وأخذوا بعضهم بشورى بعض، فيبقى أبو بكر الصديق. طيب اختاروه بناء على مبدأ الشورى، مش ديكتاتورية ومش عصبية ومش اوتقراطية. طيب تعالى لي بعد كده، اتسعت حركة الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العامل المشترك التي ظهرت بها حركة الردة. اشمعنى؟ تقول لي كل واحد من المرتدين كان عنده رغبة ان هو يكون زعيم في قبيلته او زعيم على العرب، يبقى الرغبة في الزعم. سلا المقالة بيقول لي حسن اختيار القائد يعد أولى خطوات تحقيق النجاح. كيف تنطبق هذه العبارة على الخليفة الاختيار لخالد؟ هتقول له اختار خالد بن الوليد سيف الله المسلول إن هو يقضي على حركة المرتدين. يبقى خالد طلع علشان يخلص على حركة الردة أو على حركة المرتدين، واستطاع أن هو يبلي بلاء حسن، واستطاع أن هو ينتصر على كل المرتدين في شبه الجزيرة العربية. ماذا كان يحدث إذا أوصى الرسول بالخلافة لأحد أصحابه؟ أقول له لم يكن هناك شورى. يبقى ما كانش فيه هيكون شورى، ولا كانت عمل مبدأ الشورى من أساسه، ولم يكن أبو بكر الصديق اتولى، وكان اللي هو الرسول اختاره هو اللي هيتولى. المجموعة اللي بعد كده بيقول لي سعى أبو بكر الصديق من وراء قراره بضرورة حرب المرتدين. مش تأليف القلوب خالص، ومش ضعف قدرات المرتدين، ومش تخلي حلفائهم عنهم. امال الإجابة هتكون دعم أسس الدولة الإسلامية. فأبو بكر أراد من ذلك أن يدعم الدولة الإسلامية ويثبت أسسها. تقسيم الخليفة أبو بكر الجيش الإسلامي قتال المرتدين 11 لواء. أول ما تشوفها تاخد على طول انتشار حركة الردة بصورة واسعة. ليه؟ حركة الردة انتشرت في شبه الجزيرة العربية كلها ما عدا مكة والمدينة. فلازم جيوش تغطي منطقة شبه الجزيرة، فقسمها ل 11 لواء، وخلى ال 11 لواء بقيادة خالد بن الوليد. السؤال اللي بعد كده بيقول لي تفكك وحدة قبائل العربية بعد وحدة النبي، ونستطيع القول بأن وحدتها تحققت مرة أخرى نتيجة إيه؟ تقول لي نتيجة أبو بكر الصديق. مش الرسول صلى الله عليه وسلم وحد القبائل العربية؟ قريش، مهاجرين، أنصار، أوس، خزرج، وحدهم، صح؟ طيب ما ابو بكر الصديق وحد القبائل العربيه مره اخرى امتى؟ مثلا لما راح حارب المرتدين وجمع كلمه المسلمين. استنتج الاسباب التي ادت الى توليه القياده العامه لجيوش حروب الرده لخالد بن الوليد. ليه القياده العامه لجيوش حروب الرده اتولت لخالد؟ الاسباب او اسباب ذلك اقول له نظرا لبراعته قبل كده في غزوة مؤتة. يبقى الراجل ده كان بارع في غزوة مؤتة، فسيدنا أبو بكر الصديق ولاه قيادة الجيوش في حرب المرتدين. بما تفسر اتفاق المسلمين لاختيار أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي. عد بقى
أبو بكر الصديق أكبرهم سنا، أبو بكر الصديق أولهم إلى الإسلام، أبو بكر الصديق صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى كل دي الأسباب اللي اتفقت إن احنا نختار أبو بكر الصديق. تولد عن اجتماع السقيفة في الدولة الإسلامية بداية ظهور نظام سياسي جديد على طول. ليه؟ لأن اجتماع السقيفة اللي هم المهاجرون والأنصار، المهاجرين والأنصار اللي حصل نتج عنه إن هم اختاروا أبو بكر، ودي اسمه نظام سياسي. موقف أبو بكر الصديق من المرتدين يدل على مش لين جانبه خالص، ومش نصرته للمظلوم خالص، ومش خوفه واستسلامه، امال ايه؟ حزمه، كان حازم، وقوته. جاءت البيعة العامة لأبو بكر الصديق رضي الله عنه في مقر قبيلة الخزرج، ولا مركز إدارة شؤون الدولة، ولا مقر قبيلة الأوس، ولا بطحان؟ ولا ركز معاه في السؤال ده، صح كده وفوق وتعالالي. قال لك البيعة الايه؟ العامة. الله، هو كان في بيعة خاصة وبيعة عامة، برافو عليك. البيعة الخاصة كانت في سقيفة بني ساعدة، والبيعة العامة كانت في المسجد. طب ارجع للسؤال تاني يا حبيب قلبي، البيعة العامة لأبو بكر، يبقى قصده البيعة العامة اللي في المسجد كانت فين يا مستر؟ مش في مقر قبيلة الخزرج عشان دي السقيفة، امال في مركز إدارة شؤون الدولة، لأن مركز إدارة شؤون الدولة دوت المسجد. السؤال اللي بعد كده، الأسئلة المقالية. حدد الدروس المستفادة من اجتماع سقيفة بني ساعدة. الدروس المستفادة أقول له على طول مبدأ الشورى، اللي هو أخذ بالشورى تولد عليه نظام خلافة جديد. تنوعت أهداف المرتدين بعد وفاة النبي. أقول لك كان في بعض من ارتد ورفض دفع، تكتب كده، الزكاة، والبعض الآخر من المرتدين ارتد وادعى النبوة، والبعض الآخر من المرتدين ارتد، يبقى ارتد بعضهم ارتد عن دفع الزكاة، والبعض الآخر ادعى النبوة. النموذج اللي بعد كده والتقييم اللي بعده وهو التقييم التاسع. يلا بطل، ها نتهيأ. التقييم التاسع بيقول لك ايه؟ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. حرص المسلمون الفاتحون على تطبيق هذا النهج النبوي. يبقى المسلمون حرصوا على تطبيق النهج النبوي من خلال ايه؟ بيقول لك لا فضل على العربي ان الناس امه واحده. برافو عليك، انا سامع من الناس ورا الكاميرا بتحل، اللهم صل على النبي. جاء في وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للفاتحين: لا تهدموا بيتا ولا تحرقوا زرعا. نستدل على ذلك مش حرية العقيدة، امال ايه؟ عمارة الارض، لان لا تهدموا بيتا ولا تحرقوا زرعا ده من اجل تعمير الارض. مجمل نتائج حروب الردة تؤكد على طول قدرة أبو بكر على القيادة، أن أبو بكر كان عنده قدرة على القيادة. دي مش تنفع ودي مش تنفع ودي مش تنفع. الأسئلة المقالية. أهم النتائج العسكرية التي حققها المسلمون. تاني، أهم النتائج العسكرية التي حققها المسلمون في حروب الردة. إيه اللي حصل؟ تقول لي على طول بدأت بعد حروب الردة انتشار الجيوش الإسلامية للدعوة إلى الإسلام في كل الجزيرة العربية. السؤال اللي بعده بيقول لي لم يكن الاحتلال يوما في صالح الشعوب. أيوه، امال الاحتلال كان ايه؟ كان تكوين الامبراطوريات، كان اخضاع الشعوب، كان الحكم بالقسوة وبالعنف. ده كله كده اهداف الاحتلال. المجموعة الثانية بيقول لي لم يشكل القتال أولوية في الإسلام. ما أنا عارف ذلك المبدأ أرساء المساواة الأمن. لا. أمال نشر الرحمة؟ لا. تحقيق الوحدة؟ لا. أمال التعايش السلمي هي اللي تنفع، لأن الإسلام أمر أن كل القبائل تتعايش مع بعضها البعض ومفيش حد يضرب التاني. جاء في وصايا الرسول للفاتحين: لا تقربوا رهبانا تفرغوا للعبادة في صوامعهم. فاكر؟ تدل ذلك على ايه؟ تروح تنزل على طول وتاخد اللي تحتيها حرية العقيدة، ان الراهب ده راجل مسيحي قاعد بيعبد ربه بالطريقة اللي هو بيعبدها، فما تقربلوش. ماشي؟ يبقى ديت احترام العقيدة. اللي بعده بيقول لي ايه؟ بعد الفتوحات الإسلامية، بعد الفتوحات الإسلامية أصبحت أمة الفرس وأمة الروم جزءا من أمة كبرى وهي أمة الإسلام، وأصبحوا كعرب لا فرق بينهم. نستدل من ذلك على إيه؟ هل إخضاع الشعوب إزاي؟ بس ده بقول لك جزء منها. السيطرة على مواردها، إلغي يا عم الحاج. المساواة والتعايش السلمي، أيوة هي دي اللي تنفع. الأسئلة المقالية بقول لك: جاء انتصار الجيوش الإسلامية على المرتدين نقطة فاصلة في تاريخ الإسلام.
طيب ليه؟ لان انا لسه قايل لك اهو، بعد انتصار الجيش الاسلامي على المرتدين بدأ يطلع بقى من خارج شبه الجزيرة العربية لنشر دين الاسلام. السؤال اللي بعد كده، حرص الاسلام على عمارة الارض. اكتب ورايا، قال لما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه الا تقطعوا شجر ولا تحرقوا بيتا ولا تهدموا معبدا. كل ده كده يدل على الحفاظ على البيئة ومواردها. المجموعة الثالثة بيقول الاختلاف الجوهري بين الفتوحات والاحتلال. هل تحقيق السيادة، تعايش سلمي، استغلال طاقات بين الفتوحات؟ عايز الاختلاف بين الفتوحات والاحتلال. بص يا حاج، استغلال الطاقات ده احتلال فما تنفعش. تكوين الامبراطوريات احتلال فما تنفعش. تحقيق السيادة برضو من الممكن ان هو يكون تبع الاحتلال. امال الفرق اللي بيفرق الفتوحات بتاعتنا عنهم ايه؟ والتعايش السلمي، ان كلنا نعيش مع بعض في سلام وامان. جاء في وصايا النبي لا تغيروا ليلا، هذه الوصية على مبدأ اقرار الاسلام، وهي لا تغيروا يعني ما تهجموش عليهم بالليل. طبعا مش احترام الملكية، طبعا مش حرية العقيدة ولا عدم التخريب. ليه؟ قال لك لا تغيروا عليهم ليلا حتى لا تروعوا النساء والأطفال، يعني تخوفوهم. يبقى دي تحقيق الأمن. ظهرت أهم النتائج السياسية لحروب الردة في هل انطلاق الجيوش الإسلامية ولا الاشتراك يا سبحان الله ولا بروز القادة العظام ولا إعادة توحيد القبائل العربية. بص كده، أهم النتائج السياسية. أول نتيجة دي يا باشا عسكرية. تاني نتيجة يا باشا عسكرية ما تنفعش. تالت نتيجة يا باشا عسكرية ما تنفعش. امال النتيجة السياسية توحيد القبائل العربية. الأسئلة المقالية بيقول لك يهتم بعض متطرفي الغرب الإسلام بأنه انتشر بحد السيف. من خلال دراستك رد عليهم. أقول له خد أن سيف الإسلام لم يشهر في وجه المستضعفين. هم كاتبين كده. السؤال ده مهم. يقول لك انت كبني ادم رد عليهم، يبقى لازم ترد بالحجه والبرهان. تقول له ايه؟ ان سيف الاسلام لم يشهر في وجه المستضعفين. امال في مين؟ قال لي وانما اشهر في وجه القياصره والاكاسره. القياصره اللي هي مفردها كلمه قيصر اللي هو ملك الروم. الاكاسره اللي مفردها كلمه كسرى اللي هو ملك الفرس. فالسيف ما توجهش للمستضعف، لا اتوجه للناس القويه دي. وكانوا يخيرونهم بين ثلاثة أمور. تعال بقى، إما الإسلام، ادخل الإسلام. طب افرض مرضاش يدخل الإسلام، خلاص يا عم مش هضربك، دفع الجزية. يبقى يا تسلم يا تدفع الجزية. طب افرض رفض دفع الجزية، يبقى هنا يستخدمون القتال. اذا القتال ما كانش اولوية، بل كان اخر ما يلجأ اليه المسلمون. يبقى حيث القتال اخر ما يلجأ اليه المسلمين. ده رد عليهم، ده ردك عليهم كده. اخر ما يلجأ اليه المسلمون وهو القتال. وسيف الاسلام لم يشهر في وجه المستضعفين بل اشهر في وجه القياصرة والاكاسرة. ده السؤال المقالي. طيب أظهرت وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم العديد من القيم الأخلاقية للجيوش. أثبت صحة العبارة. وصايا الرسول قيم أخلاقية لما قال لهم الوصايا بتاعته ألا تغيروا ليلا، ألا تهجموا عليه، ألا تروعوا النساء والأطفال، كل ده. يلا يا غالي النموذج اللي بعد كده ال11 وبيقول عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لارتاعوا. ده المقولة بتاع سيدنا علي بن أبي طالب للخليفة عمر بن الخطاب. مش كرم وشجاعة ومش صبر ومش تحمل ومش رحمة وإصرار، امال هي زهد وتقوى. السؤال اللي بعد كده بقول لي ارتبط انتصار المسلمون في نهاوند. المسلمون انتصروا في نهاوند ليه؟ هل انهيار امبراطورية الروم؟ مش روم دي فرس. تغيير استراتيجيات الحروب. انتشار الاسلام في المشرق. قدرة خالد مش خالد، يبقى انتشار الاسلام في المشرق. نتج عن سقوط. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ ركز ياض معايا وخليك مصحصح. نتج عن سقوط المدائن في يد القوات الاسلامية. تسليم كسرى؟ لا، ده كسرى طفش هرب. الفرس والروم؟ لا. توسيع حدود الدولة، توقف الفتوحات؟ لا، يبقى توسيع حدود الدولة الإسلامية. وتقول له بقى شرقا. ماشي. طيب الأسئلة المقالية بيقول لي وضح الشبه بين القادسية ونهاوند. يا برنس البرانيس، يا دكتور الدكاترة، يا سيدي الأسياد، خليك معايا. القادسية ونهاوند الأطراف فيها المسلمون ضد الفرس، يبقى المسلمون ضد الفرس، ده شبه. ماشي. طيب القادسية ونهاوند الاثنين انتصر المسلمين، يبقى انتصر المسلمين في المعركتين. طيب ده الشبه.
قيام المسلمون خلال عصر الخليفة عمر بن الخطاب بموجة فتوحات ثانية. ليه المسلمون قاموا بموجة تانية؟ بص، الموجة الأولى للفتوحات، وركز في السؤال ده، كان في عهد سيدنا خالد بن الوليد، في عهد أبو بكر الصديق. لما مات أبو بكر وجاء عمر انطلقت الموجة الثانية بقيادة سعد بن أبي وقاص. ليه؟ لأنه تكتب بقى أفقدهم ما فتحوه في زمن خالد، لأنهم الفرس هجموا على المسلمون وخدوا الحاجات اللي كانوا فتحوها أيام سيدنا خالد بن الوليد. يبقى دي الإجابة بتاعتي. المجموعة الثانية اللي بعد كده بيقول لك جاء توقف حركة الفتوحات الإسلامية شرقا وغربا في العقد الرابع من القرن الأول الهجري. تعال معلمك حاجة اهو. القرن ده 100 سنة، العقد ده 10 سنوات. طيب هو هنا بيقول لي في العقد الرابع، فالعقد الأول 10 والتاني 10 والتالت 10 والرابع 10، يعني تحديدا يعني من السنة الأولى العقد الرابع من القرن الأول الهجري، يعني في أول 40 سنة. في أول 40 سنة إيه اللي حصل؟ سيدنا علي بن أبي طالب مسك الحكم في فترة 40 لحد فترة 45، وفترة سيدنا علي بن أبي طالب دي كان فيها عدم استقرار، وعدم الاستقرار اللي كان فيها أدى إلى توقف الفتوحات الإسلامية. يبقى بسبب الفتنة وبسبب الانقسامات الداخلية، والإجابات الباقية ما تنفعش. أي البلدان التي اعتمدت فيها الجيوش الإسلامية بمبدأ حصار حتى التسليم؟ مش خراسان ومش الحيرة ومش المدائن، لا المدائن عيب عليك نهاوند، لا ده هي الإجابة الصحيحة تبقى المدائن. طيب السؤال اللي بعده، بدأت الموجة المدائن امتى؟ بفكرني كده ولا اقول لك امتى عشان السرعة بتاخدني شوية. المدائن لما قام سعد بن ابي وقاص بحصارها، وبعد كده طفش كسرى يزدجرد الثالث منها واستولوا عليها. بدأت الموجة الثانية من الفتوحات الإسلامية في بلاد فارس نتيجة ايه؟ الموجة الثانية نتيجة اتمام الفتوحات الإسلامية، لا استغلال انهار، لا فقدان المسلمين، لسه قالها لك، فقدان ما فتحوه في عهد خالد ابن الوليد. السؤال اللي بعد كده المقالي، احدث فتح خراسان اثرا عظيما في المشرق الاسلامي. تقوم تقول له للسؤال ده هترد وتقول له حيث اصبح المشرق والفرس نسيجا واحدا. لما دخل الناس الفرس الاسلام بعد معركة خراسان اصبحوا هم والشرق العربي الاسلامي نسيجا واحدا متماسكا. السؤال اللي بعد كده، تقدمت الجيوش الاسلامية خلال عصر الخليفة عثمان شرقا. مصداقية العبارة اقول له صادقة ليه؟ تقول له بص خد بعض، تقول حيث قاموا بفتح مدينة خراسان، مدينة ناحية الشرق. المجموعة الثالثة والأخيرة في النموذج ده بيقول لك فشل الحشد العسكري والتعبئة العامة ليزدجرد الثالث. في معركة مش نهاوند ومش الحيرة ومش البويب، أمال في معركة القادسية. أصبحت عاصمة كسرى جزءا من دولة الإسلام خلال كسرى جزء من دولة الإسلام، العاصمة اللي هي المدائن. طيب المدائن أصبحت جزءا من الدولة الإسلامية مش في عهد الرسول ولا في عهد أبو بكر اللي هو أول الخلفاء، أمال في عهد مين؟ ثاني الخلفاء الراشدين اللي هو سيدنا عمر، لما سقطت على يد سعد ابن أبي وقاص. يبقى دي الإجابة. قاد أول الجيوش الإسلامية للفتوحات الخارجية باتجاه بلاد العراق سيدنا خالد بن الوليد في عهد أبو بكر الصديق. طيب هل هو صاحب الخندق؟ لا. طب هو من قضى على الردة بصنعاء، ولا من تمرد بالبحرين، ولا هو من وضع خطة الخداع؟ يبقى الإجابة بتاعت خالد هو اللي حط الخطة في خداع الناس في غزوة موتة والروم في غزوة موتة. انتهت معركة نهاوند قوة الفرس، أو أنهت معركة نهاوند قوة الفرس وتحطم نفوذهم. دليل على صدق العبارة، والعبارة صادقة. ليه؟ لأن من بعد معركة نهاوند لم تقم قائمة للفرس بعدها، وانتهت شوكة الفرس في تلك البلاد. استنتج الأثر الناتج، عشان كده سميت معركة نهاوند بفتح الفتوح لو أنت تفتكر. استنتج الأثر الناتج عن تعرض المسلمون في العراق لهجوم مضاد من الفرس. ليه المسلمون في العراق تعرضوا لهجوم مضاد من الفرس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب؟ هقول له لما مات أبو بكر ظن الفرس أن المسلمون خلاص ضعفوا،
فأعادوا الهجوم مرة أخرى على جزء من بلاد العراق، وأخذوا اللي كان سيدنا خالد بن الوليد واخده قبل كده، لأنهم استردوا ما أخذه خالد بن الوليد في عهد أبو بكر الصديق. فبترتب على ذلك إن هم راحوا لهجوم مضاد، أو ترتب على ذلك إن سيدنا عمر بن الخطاب أرسل علشان يفتح بلاد العراق ليسترد ما أخذه منهم أو ما أخذ من بلاد العراق. النموذج اللي بعد كده بيقول: إني أعالج حربا صدوما كؤودا وبلادا ادخرت لك فلك رأيك. مين القائل هذه العبارة؟ سيدنا عمرو بن العاص. بيقولها لمين؟ لسيدنا عمر بن الخطاب. امتى تحديدا؟ في فتح فلسطين تحديدا. طيب هل شدة القتال؟ ممكن تنفع شدة القتال، بس مش نشطب على حاجة، وأعودك ما تشطبش على السؤال من غير ما تبص على الباقي. أهمية الفتح للمسلمين؟ ممكن. استسلام بلاد الشام؟ ما استسلمتش. طلب المدد؟ لا. يبقى هو مش عايز تطلب المدد ومش استسلام. الأهمية الفتح هي مهمة، بس هو هنا بيقول لي إني أعالج حربا صدوما صعبة كؤودا وبلادا ادخرت لك فلك رأيك. يبقى ناخد ان شدة القتال وضراوته يعني وقسوته وشدته. طيب تجلى يعني ظهر مبدأ الشورى في عاصمة الخلافة الإسلامية امتى مستر؟ هل عند فتح النوبة ولا سبيطلة؟ اقول له لا، الشورى سبيطلة. امتى؟ لما اشار سيدنا عبد الله بن سعد بن ابي السرح على سيدنا عثمان انه يفتحها ففتحها. تم تأمين الحدود المصرية تحت حكم المسلمين من جهات الجنوب والغرب على يد الجنوب وغرب عبد الله بن ابي السرح. الجنوب اللي هي النوبة، طيب والغرب اللي هي سبيطلة. يبقى النوبة وسبيطلة عبد الله. مثلت بلاد الروم خطورة على دولة الإسلام قبل عصر الخلفاء الراشدين؟ أقول له لما تعاون الروم مع عرب الروم. مين عرب الروم؟ اللي هم الغساسنة اللي قاموا بالاعتداء على المسلمين. طيب في الرحلات بقى عد بقى: شرحبيل بن عمرو الغساني تكتب، الحارث بن أبي شمر تكتب، كل ده. حدد الأثر الناتج عن معركة اليرموك. بعد معركة اليرموك كانت مقدمة لفتح بلاد الشام. يبقى أقول له هي مقدمة لفتح بلاد الشام. واحكي يا معلم، اختر الإجابة الصحيحة. عليك يا سوريا السلام. اللي قال كده على طول هرقل. أي العبارة التي قيلت فيها؟ طب هرقل كان فين؟ كان في معركة اليرموك، ما كانش في أجنادين ولا هنا ولا هنا ولا هنا. أصر الخليفة عمر بن الخطاب على إخلاء إلياء من اليهود، إن هو يطلع اليهود من إلياء. تدل هذه العبارة على، وعد بقى الخبرات السابقة: رفضهم الانصهار، منعهم، بص مش منعهم دفع الجزية ومش تحريضهم للرغم، الانصهار، هم رفضوا الانصهار فعلا. الخبرات السابقة معهم بالمدينة ان هم ناس كفار وناس بقى ما لهمش عهد وامان. طب انا اخد ايه؟ سيدنا عمر ما كانش بيطيق اليهود، فانت تاخد الخبرات السابقة معهم بالمدينة، ان هو عنده خبرة بيهم بالمدينة لما بينقضوا العهود مع النبي. طب دول نقضوا العهود مع النبي، ما بالك العهد مع سيدنا عمر هينقضوه؟ فلذلك اخرجهم على طول. تعددت مكاسب المسلمين واهل النوبة في اتفاق البقت، نستنتج خروج ذلك من تلك المكاسب. تأمين البلاد الجنوبية؟ لا، تأمين ده مكسب. توجه لفتح افريقيا ولا انصهار اهل النوبة ولا نشاط؟ لا، خد نشاط التجارة على طول. طيب السؤال اللي بعد كده: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، كيف تنطبق هذه العبارة على قليل الخلافة؟ اقول له لما استشار على عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح بفتح سبيطلة. وتكتب يا باشا: الاثر الناتج عن فتح المسلمون لبيت المقدس. ايه هو الاثر الناتج لما المسلمون فتحوا بيت المقدس؟ على طول السؤال ده تقول له: زاد المسلمون قوة. تقول له: صالح اهل الياء صلحا لم تحظى به اي مدينة قط. تقول له: اخراج اليهود او من الياء او اخراجهم من فلسطين. كل ده. السؤال اللي بعد كده بيقول لك: اختر الإجابة الصحيحة. أصر أبو بكر الصديق على إرسال الجيوش لبلاد الشام دليلا على، مش دليلا على خطورة الروم على الجزيرة ولا ضعف قوة الإمبراطورية دي، لأ، ولا الأهمية الاقتصادية لبلاد الشام، ولا تحقيق هدف الرسول. أبو بكر لما أرسل جيش أسامة تنفيذا لوصية الرسول. طب جيش أسامة راح يحارب مين؟ راح يحارب الروم، يبقى تحقيقا لوصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أول خروج للخليفة المسلمين في المدينة بعد وفاة النبي على طول كان لتأمين عصمة الخلافة؟ لأ. ودي لأ. التوجه لفتح مصر؟ لأ. أمال كان لبيت المقدس لما أمر، أو مش أمر، طلب سفرينيوس اللي هو بطريرك بيت المقدس حضور الخليفة معه بنفسه ليعمل معاه الصلح.
التزم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ببنود صحيفة عند دخول البيت المقدس. ايه هي بنود الصحيفة؟ الاستقلال المالي، الحرية الاقتصادية لا، الدفاع المشترك لا، حرية العقيدة. دخل ولكم دينكم ولي دين، ودي كده يبقى حرية العقيدة. تعد معركة اليرموك أعظم المعارك، أنا لسه هشرحها فوق لأنها كانت بداية لفتح بلاد الشام. وتكتب نجح عبد الله بن سعد بن ابي السرح في فتح سبيطلة. تقول له بدأت الجيوش بتاعته تتجه الى حصن قفاصة وتتجه الى حصن الاجم، وكملوا الفتوحات الاسلامية في افريقيا. لو انت قاعد لحد دلوقتي ووصلت لهنا فانت بطل الابطال. النموذج الاخير يا بطل والتقييم الاخير، التقييم رقم 15 سنة 2026 او السنة الدراسية 2025-2026. السؤال الاول بيقول، صحصح معايا بقى، ده انت صبرت كتير يا جدع. اي الدول الاتية التي سعت الدولة العباسية للمحافظة على كيان الدولة بالمغرب؟ المغرب مش الطاهرية، المغرب مش الأدارسة، لأن الأدارسة مش السمانية، كل ده في المشرق. أمال مين يا مستر؟ الزيدية هي اللي كانت في بلاد المغرب. أصبح الجزء الأكبر من قبرص تحت حكم الدولة العباسية. على طول ياد تنزل وتاخد في عهد هارون الرشيد. اشمعنى مستر هارون الرشيد؟ لأن هارون الرشيد استطاع إن هو يقود الجيوش بنفسه وراح يفتح قبرص، وفتحوها على مرتين، وهنعرفها في الأسئلة المقالية اللي تحت. استخدم تحتمس الثالث في عصر الدولة الحديثة في مصر أبناء الأمراء الآسيويين لينشأوا نشأة مصرية. قرر هارون الرشيد الكلام ده كله مع سكان مين؟ قبرص، يعني مع جزر البحر المتوسط، مش الترك ومش العواصم ومش وراء النهر. استنتج الأثر الناتج على تأسيس دولة الأغالبة. لما تأسست دولة الأغالبة في شمال أفريقيا، تكتب كده كلمتين وتاخد الإجابة، ضمن صقلية. يبقى دولة الأغالبة استطاعت أن هي تضم مدينة صقلية أو جزيرة صقلية. المجموعة الثانية، أكثر القادة الأمويين الذين أفادوا العباسيين في بسط سيطرتهم على جنوب أوروبا. يا قلبي، والناس اللي هتغلط دلوقتي، القادة الأمويين اللي هم القادة العرب. وانا اختلف او اتفق مع اي اجابة، بس دي اجابتي، دي تحليلي للسؤال ده. القادة الامويين المقصود بهم القادة العرب. جايب لي هنا طارق وموسى. الله، طيب ما موسى وطارق الاتنين كانوا قادة للجيش الاموي، بس الذين بسطوا سيطرتهم على جنوب اوروبا اللي هي الاندلس. طيب اخد يا مستر طارق بن زياد، ما هو اللي راح الاندلس. اقول لك برافو عليك، بس طارق مش اموي. امال طارق ايه؟ بربري. امال مين يا مستر القائد الاموي؟ تاخد موسى بن نصير. هتلاقي ناس بتجاوبها غير كده والاجابات تختلف، بس دي الاجابه للسؤال ده ودي الاجابه الصح اللي تنفع. استطاعت الدولة الطولونية حماية حدود الدولة العباسية من جهة الطولونيون بيحمونا من جهة ايه؟ مصر. ومصر كانت بالنسبة للعباسيين تعتبر غرب. السؤال اللي بعد كده، نجح هارون الرشيد في أسر عدد كبير من أهل قبرص ثم أعادهم إلى بلادهم بهدف ايه؟ بهدف الاستطلاع ولا السيطرة؟ لا مش الاستطلاع ومش امداد ومش اخضاع البلاد الروم لحكمه، السيطرة على البحر المتوسط، لان اهل قبرص خرجوا عن سيطرته فهو اعادهم مرة اخرى. نقض اهل قبرص عهدهم مع العباسيين. يبقى اهل قبرص نقضوا العهد مع العباسيين. نقض عهدهم ايه؟ لما ذهب جيش هارون الرشيد واخضعهم اول مرة، ولما عاد الجيش تمردوا مرة أخرى، فذهب هارون الرشيد بنفسه وأخضعهم وأسر عدد منهم وأخذهم إلى بلاد المسلمين وأسكنهم مع المسلمين. تكتب كل ده. السؤال اللي بعد كده بيقول لك، تميزت دولة الأغالبة بقدرتها القتالية العالية. دولة الأغالبة كان لها قدرة قتالية عالية في تفوقها البحري ولا قوتها البرية؟ مش قوتها البرية ومش استطلاع ومش إقامة الثغور، أمال في قوتها البحرية. اشمعنى يا باشا؟ ترد تقول لي لأن دولة الأغالبة استطاعت أن تفتح مدينة أو تضم جزيرة صقلية. اللي بعده بيقول لي، حرص الخلفاء العباسيون على استعادة السيطرة على جنوب البحر منذ خلافة هارون الرشيد اللي هو قبرص وصقلية. استطاعت الدولة الحمدانية حماية حدود الدولة العباسية من الشمال، لأن الدولة الحمدانية بالنسبة للعباسيين كانت شمال،
السؤال الأخير في النماذج بتاعتنا، دكتور الدكاترة بطل الأبطال بتقول لك اتسمت سياسة هارون الرشيد مع أهل قبرص بالالتزام بتعاليم الإسلام. التزمت بالالتزام بتعاليم الإسلام. امتى يا مصر؟ يلا أنا فاكرك. ولما أسكنهم مع مين؟ لما أسكنهم مع المسلمون، دخلوا قعدهم مع المسلمين. مش بس كده، وأخذ عليهم النصيحة وأمرهم أو وعهد إليهم بألا يعودون لحربه والتعاون مع الروم مرة أخرى. وكده بقى يبقى خلصنا نماذج الاسترشادية، أو مش النماذج الاسترشادية، خلصنا التقييمات لسنة تانية ثانوي. وأنا عايزك تركز تاني على التقييمات، لأن التقييمات صدقني هي اللي هيجي لك منها في الامتحان. مش تنسى كده تدعي لي دعوة جميلة، ومش تنسى ولا تبخل عليا باللايك ولا تبخل عليا بالشير، لأن في الآخر والله كلنا بنتعب عشان خاطرك، وكلنا بنتعب برضو عشان خاطرنا برضو، علشان انا انجح وانت تنجح. وخليك فاكر دايما انك مع القيصر اكيد لازم تسيطر. السلام عليكم. شايفين ده؟ اهو ده بيخش على الواحد كده والواحد شغال يدربك الدنيا، يعني المفروض ده يستاهل منكم لايك، صح؟ يلا بقى ما تنساش تشير الفيديو ده وتعمل لايك وشير وسبسكرايب. يلا بقى نروح شوف رايح فين، اجري.